عاجل جدا. مهاجم الأهلي الجديد أنتوني مودست في القاهرة خلال ساعات للمشاركة في السوبر الأفريقي، صفقة من العيار التقيل برعاية كولر بذات نفسه، وتعتبر مسك الختام مع مهاجم جبار بشكل رسمي، وهو يعتبر أغلى لاعب دخل قارة أفريقيا في التاريخ، ويعتبر نقلة تاريخية للصفقات داخل القارة السمراء. المهاجم الفرنسي صاحب ال 35 سنة خلاص أنهى الفحوصات الطبية في ألمانيا، ودلوقتي بيجهز شنطته علشان يركب الطيارة متجها للقاهرة ومنها إلى السعودية للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي. أنتوني مودست بعد إجراء الكشف الطبي في ألمانيا قال في أول تصريح ليه إن اللعب في الأهلي المصري يعتبر فرصة عظيمة لتتويج مشوار الكروي باللعب في كأس العالم للأندية. قال كمان كنت أتمنى الحصول على فرصة عظيمة في تجربة جديدة، فلدي 16 عاما من المهنية في كرة القدم وأرغب في مواصلة لعب كرة القدم لأن ذلك هو أكثر شيء أحبه. واضح من الصفقة الكبيرة دي إن كولر عارف هو عايز إيه بالظبط. كولر جاب رضا سليم مخصوص وفضله على بن شرقي لأنه كان نفسه في مهاجم هيدرز ممتاز وخطاف من لمسة زي أنتوني مودست. رضا يجيد الأوفر من وضع الحركة بدقة عالية، وعلى الطرف الآخر حسين الشحات أيضا يجيد الشورت أوفر، وبكده الجناحين كانوا محتاجين مهاجم سوبر زي الفرنسي أنتوني مودست، وهو ده اللي كان بيطالب بيه كولر طول الوقت، وفي كل مناسبة يقول أنا عايز مهاجم سوبر. معظم أهداف الأهلي اللي كانت بتيجي بالرأس كان بيحرزها المدافعين وليس المهاجمين زي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم. وفي خلال كام يوم تم ترشيح المهاجم الفرنسي أنتوني مودست وتم التفاوض معاه وإقناعه. كل ده مش من مدير التعاقدات في الأهلي أبداً، ده من شركة كولر، وكولر بذات نفسه تدخل وأقنع اللاعب وأدار المفاوضات بنفسه، خصوصاً إن الخطيب كان مديله الضوء الأخضر في إنهاء صفقة المهاجم. والله جمايلك كترت علينا يا عم كولر، وكل اللي نقدر نقوله بعد إتمام الصفقة دي ربنا يكون في عون لاعبي الدفاع في الدوري المصري والقارة الأفريقية خلال الموسم القادم. أما الناس اللي بتتكلم عن سن مودست وبيقولوا ده عمره 35 سنة، أحب أفكرهم إن نجوم العالم اللي عاملين قلق في الدوري السعودي معظمهم في السن ده، وعلى رأسهم بنزيما ونيمار ورونالدو. لكن الفرق إن أقل واحد فيهم انتقل للسعودية ب$100 مليون في الوقت اللي الأهلي أنهى صفقة مودست ب$2 مليون فقط لا غير. عموما أدينا هنتفرج وهنشوف، والحكم بعد المداولة، قصدي بعد انتهاء الموسم. ألف مبروك للأهلاوية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.